يكون لعيب مفيد جدا للفرقه او هيأثر على اداء الجماعي بتاع الفرقه بيتغاضى احيانا عن بعض اخطاء اللاعبين. حسام حسن بياخد القرار حتى مين لو احسن لاعب في الفرقه يقعد. فهل ده قعد بسبب ما؟ انا ما اعرفش سبب، لكن الركنه اللي ركنها عشان يرجع الملعب بدأ يرجع، لكن مش بنفس المستوى اللي شفناه السنه اللي فاتت والسنه دي. طب استاذ اشرف، حضرتك شايف مستوى كابوريا قل الموسم دوت عن الموسم اللي فات ليه؟ هو كابوريا زي ما قال الكابتن اتركن فتره كبيره بشكل غير واضح، تمام. حتى يمكن انا سالت الكابتن حسام الكابتن قال لك انا لو مش عايزه مش هلاعبه خالص، مش هيشوف الملعب، لكن ممكن يكون تربوي، ممكن يكون بي يعني زي ما تقول كده بيملص ودانه، يعني انت بعدت ليه؟ ممكن يكون اللعيب شغل دماغه بالتعاقدات والسماسره والكلام ده فانشغل عن الملعب، بالاضافه ان كان في البديل الجيد اللي كان احمد شكري موجود، فانت ما كانش بيعتمد اعتماد كلي على كابوريا. لكن لما احتاج كابوريا اعتقد انه اصبح النهارده معظم الاجوان اللي بتيجي في الفتره الاخيره عن طريق كابوريا. ليه؟ الكابتن رجع يديله الثقه تاني، الولد طلع في اكتر من مناسبه يقول لك انا ما وقعتش، انا كفايه اشاعات، كفايه ظلم، وهو وقع للنادي المصري على بياض عشان يبدي حسن نيته. هو من هنا بدات ثقه الكابتن حسام حسن. توقيع على بياض ده طبعا كان تم من كذا شهر يعني. ايوه، ولذلك الراجل بقى بيلعب بشكل اساسي. يعني النهارده كابوريا موجود في التشكيل الاساسي في كل مباراه في المباريات الاخيره، 3-4 مباريات الاخيره. طيب يعني برضه نستشارك في الحته دي، ويمكن طبعا تصريحات اعلاميه كتير من جانب نادي الزمالك ومن جانب النادي المصري. هل تعتقد الفتره دي توقف التبادلات او الصفقات ما بين النادي المصري والزمالك؟ يعني كان في طبعا حسام باولو كان مفترض كلام كتير عنه، يعني محمد ابراهيم، كابوريا يروح او احمد جمعه يروح. هل تعتقد الصفقات دي توقفت في الوقت الحالي؟ انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ان اي تفاوضات هتتم مع نادي الزمالك بعيده كل البعد عن الصفقات التبادليه. وده تصريحات رسميه من الدكتور علي الطرابيلي المتحدث الرسمي للنادي المصري، ومن المدير الفني كابتن حسام حسن، ومن مدير الكره ابراهيم حسن، ان اي مفاوضات بعيدا عن الهيكل الاساسي للنادي المصري. هم هيحاولوا بقدر الامكان يدعموا صفوف النادي المصري، ممكن يكون حارس مرمى وتعاقدوا هم مع انا شايف ان بوسكا بقى كويس جدا. بوسكا النهارده داخل موسوعه جينز، تمام. 8 اهداف، 8 بلانتيات صاددها ما حصلتش في العالم على حسب يعني ما قال هو، وايده في الكلام الكابتن عماد المندوب. فالنهارده انت معاك واحد عالمي بيقول لك كلين شيت. بوسكا يعني معنى كده حتى مع التعاقد مع حارس مرمى اخر بوسكا هيبقى الحارس الاول. انا شايف انه والله هايل جدا. بدأ يشيل النادي المصري بشكل كويس. محتاجين حد بس يقعد له على الدكه يكون كويس برضه، هيدي اكتر، لان الراجل عنده اصرار كبير. خد بالك بوسكا ده لو مش حارس مرمى كويس وخامه طيبه كان انهار من زمان، لان ده كان مطلوب اعدامه في بورسعيد في الدور الاول، تمام. اللي بدأ يظهر مع البطولة الإفريقية وصعدنا من الدور ال 64 وشلنا في الدور الثاني وعمل ماتشات كويسة، إنما كانت أخطائه عجيبة جدا في الدور الأول. النهاردة لو ما كانش بوسكا عنده أساسيات حارس المرمى الجيد ما كانش النهارده بقى بوسكا. ان النهارده يعني كان الجماهير بتهتف ببوسكا بعد ما كانت بتسيء إليه. لا بصراحة يعني انت انا شايف ان مش محتاجين حارس مرمى. محمود السيد يكون دافع قوي لتألق بوسكا، وبوسكا برضو اللي هيلعب. انا شايف ان كده ما نغلطش بقى غلطة تانية ونجرب في محمد السيد مستوى بوسكا ينزل زي ما عملنا مع اسمه ايه ده صلاح، اسمه رمزي صالح. فانا شايف ان مركز حارس المرمى مع محمود السيد الاثنين هيبقوا كويسين. البديل كفر، وعندك حارس مرمى اصبح جيد. محتاج حد خط الدفاع ده بقى 2 باك رايت صريح، تمام. محتاج حد في قلب الملعب في السردباك، محتاج صانع العاب، محتاج هداف بقى بشكل رسمي يكون جنب جمعه، يكون انت فاهم، لان جمعه مصنوع يعني اتصنع، بس هو بصراحه الولد هجام، ولد كويس. وانا يعني في علامات استفهام كتيره جدا ان مستر بتاع الفتة ده مستر كوبا انه ما ياخدوش منتخب مصر، رغم ان انت ما عندكش حد
يعني خدت الشيخ وما لعبتوش، جبت كهربا ما هوش اساسي راس حربة، ففي علامات استفهام. تمام. ده حضرتك طبعا اخدتنا الموضوع مهم جدا، هو موضوع صفقات الكابتن عبود. يمكن طبعا هنعاني، مش قلنا عانينا بقى من موضوع الاعارات، ان كان يمكن الموسم اللي فات والموسم دوت، ان انت بعد ما بتبني لاعب وبعد ما بيتميز وبيتلمع على مستوى الدوري كله، بتيجي تخسره تاني موسم وبتلاقي منافس ليك. ويمكن ده هيتكرر معانا طبعا مع عبد الله جمعه ومحمد الشامي. حضرتك شايف الصفقات لابد ان ندعمها ازاي وبشكل ازاي؟ يمكن احنا شايفين الصفقات في الوقت الحالي بتستمر بنفس المنهاج، واللي هي لعيبه تعتبر مغموره، ولكن كابتن حسام بيعتمد عليهم او برؤيته الفنيه بيشوف ان هم ممكن يكون ليهم مستقبل مع النادي المصري. انا عايز اقول برضو، عايز اتكلم على بوسكا. ضربات الجزاء مش مقياس. تمام. يعني في فرق بتلعب ولو في تعادل وهيبقى في ضربات جزاء بيغيروا حارس المرمى اللي قاعد بره، لانه هو متخصص ضربات جزاء. تمام. لكن مشكلة كمان التحركات اثناء المباراة، الاداء اثناء المباراة هو مهم. تمام. هو مش كل حياتي هتبقى ضربات جزاء، ولكن لازم له حارس. انا بقول لك لازم له حارس على مستوى عالي، عشان المنافسة هتنتج 2 كويسين. انما مش هقول هو بقى كويس وصدلنا ونجيب واحد بقى الاحتياطي، لا، نجيب واحد يبقى في منافسة ان الاثنين يوصلوا ببعض لاعلى مستوى. هي الصفقة تمت محمود السيد محمود السيد. يعني لازم المنافسة مطلوبة. المنافسة في الحراسة بالذات هي اللي بتصنع الحارس الجيد، او بتخلي عندك 2 كويسين. ولذلك تلاقي مثلا في اندية زمان كان في مثل اكرام وثابت البطل مثلا، يعني كان منافسة جديدة. وشفنا السنة دي جنش والشناوي في الزمالك. يعني لازم المنافسة. ولو تفتكر كابتن الحضري لما جابوا له نادر السيد، حصلت المنافسة، الاثنين بقوا كويسين. الحضري استعاد مستواه وما شفناش نادر السيد بيلعب ولا ماتش في الاهلي، بس قاعد له اسد بره، وهو كان نادر السيد منتخب مصر. وفي الاخر هو تأمين بالنسبة للصفقات. انت النهاردة بتعتمد على مجموعة زي ما قلنا في بداية الحلقة، ان مفيش نجم، مفيش لاعب كبير النهاردة. انا شايف يجي برضو لعيبة على نفس المستوى، تكون جعانة كورة زي ما بيقول حسام حسن، واتعملوا. ما حدش كان يعرف دول قبل ما يلعبوا في النادي المصري. النهاردة اصبحوا كلهم مطلوبين للأندية. فلازم برضو ما اجيبش واحد معدي السن او راح نادي واتركن، مش هتاخد منه خلاص. ما تجيبش واحد يتركن في نادي، لان انت ولكن ما نمشيش على نجم اللي احنا عايزين نجمه. يعني النهارده ان انت وصلت للمربع الذهبي بالفكر ده. انا بنافس الزمالك. تمام. ما اخدش منه لاعب عنده احتياطي ما بيلعبش، ما اخدش منه. اللاعب طول ما هو في الملعب هيدي لك. اتركن مش هتصنعه. اقدر اصنع مين واحييه؟ لاعب صغير زي اللي بيجي ده. بس كابتن الشيخ في الاهلي ما اعاره، ما لعبوش. الاهلي عنده مكسر الدنيا في المقص. لا الشيخ احسن. الشيخ انا بقول لك الشيخ، يعني انت ممكن تاخد لعيب من الاهلي ومن الزمالك ما يكونش بيلعب. لا مش زي الشيخ. وانت عايز كابتن حسام حسن لا ما تقارنش. يعملوا لو الشيخ اخده نجم لو قاعد سنتين. هو كابتن اشرف بيتكلم، انا عارف اشرف بيتكلم صح. يعني لا ما نفترض مثلا حسام باولو لو كان الصفقه دي تمت، حسام باولو احنا شايفينه في الزمالك الى حد ما. يعني بقول لك لا ما اقصدش الداخليه كان ما بتكلمش على واحد. انا بتكلمش، ما قلتش اسماء. انا بتكلم على ما تاخدش واحد. طبعا يعني اذا قلنا احمد الشيخ كان نجم وامر يكون في الاهلي، كان بينزل ضد روما بيجيب اجوان، بينزل ضد مش عارف. طب احنا بنقول يعني بينزل تغيير بيسجل. يعني مبدا الاعاره مرفوض. تعتقد مثلا لو احمد الشيخ مثلا كان اعاره نجيبه؟ يعني اجيبه. لو اجيبه 3 شهور، لو جه لي اعاره 3 شهور بس. الاعاره لكن يعني اهم حاجه الصفقه تكون تفيد الفرقه. انا النهارده واجيب غيره. يعني النهارده انا بلعب موسم صح. يعني لو العيال دي مشت الشامي ولا عبد الله جمعه، هو دول ماشيين النهارده اللي عملهم النادي المصري. تمام. ما كانوش بيلعبوا في انبي، ولكن شباب ودخلوا في جو الاداء الجماعي بتاع النادي المصري، ومع مدرب زي حسام حسن شفناهم. النهارده بيرجعوا انبي هيلعبوا ضدك. فدي انا شايف انها مضره اكتر من نفعها. انما لو انا بتكلم الاعاره تبقى للاعب مميز قوي، هينزل من اول ماتش يكسبني، ولكن لعيبه انا بعملها وبتستفيد من النادي المصري، سواء بارتفاع مستواها او بنجوميتها في الملاعب الوقتي. النادي المصري هيستفاد موسم، ولكن هم انبي هياخدوا بدل حقيقة.
يعني انا برضو عايز اتكلم عن النقطه ديت، ويمكن انا عايز اللي يجي بقى خلاص. يعني دلوقتي يا استاذ اشرف، يمكن طبعا لو هنتكلم عن القايمه دلوقتي خلاص، يعني المفترض ان هو هيبقى 25 لاعب، منهم 3 اجانب. ويمكن دوت هيفتح باب الاعاره اكتر في الموسم المقبل. يعني احنا شايفين الزمالك مثلا يعني مسيطر على سوق اللعيبه في الوقت الحالي. بص حضرتك يا علي بيه، انت عندك دلوقتي شراء اللاعبين مفتوح والاعاره مفتوحه. تمام. انت النهارده ما عندكش في النادي المصري غير سبيل غير انك تاخد المعار، اللي مش عايزه الاهلي واللي مش عايزه الزمالك، وانت وشطارتك. تمام. لان النهارده الاغنياء، مين الغني؟ الاهلي والزمالك. تمام. هم اللي هيشتروا كل اللعيبه. هنا بقى اصبح فيه سوق احتكار. تمام. وهيستثمروا هذه اللعيبه، هيوزعوا على الانديه. انت معاك فلوس هتاخد لعيب كويس، ما معاكش فلوس مش هتاخد منه لعيب كويس. بس هي كل اللعيبه هتعار. تمام. يعني بالقرار دوت بيخلي الانديه تلجا الى الاعاره غصب عنها. انا بقى عايز اشوف فين اللعيبه السوبر بتسيب الزياده. انا عايز اشوف مين اللعيبه